في فيديو النهارده انا جايب لك 3 من اقوى الانيميشنز للنصوص وكمان من غير بلجنز خارجيه وسايبها لك مفاجاه في اخر الفيديو. فاتاكد انك عامل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان اشارك معاك تريكات اكتر. ويلا بينا. انا اول حاجه بهتم بيها في ان انا احدد الفولدر اللي انا هحط فيه البروجكت بتاعي. ببدا ان انا انظم الفولدرات بتاعتي. هنا انا نظمت 3 فولدرز. اول حاجه الاسيتس، ودي من الفيديوهات او البريسيتس اللي انا ممكن استخدمها خلال الفيديو. ريندر دون بيبقى المكان اللي انا بحفظ فيه البروجكتس بتاعي. اما البروجكت فده المكان اللي انا بحط فيه اصلا البروجكت فايل نفسه، بحيث ان انا وقت ما محتاج ارجع له في اي وقت دايما ابقى عارف ازاي ارجع له بكل سهوله. 3 ريست تكست ريست، خليته 1920 في 1080 25 فريم. تمام. الديوريشن دي مش مشكله، نتحرك فيها زي ما احنا عايزين ونتحكم زي ما احنا عايزين. كنترول شيفت اس، احدد المكان اللي انا هضيف فيه البروجكت بتاعي. اكتب التكست اللي احنا هنجرب عليه مع بعض الستايل. هنبتدي ان احنا ندخل في التكست بتاعنا ومن خلالها هنلاقي فيه انيميت. هنضيف معانا الاوباستي. هننزل على الرينج سيلكتور، بمجرد ما نفتحه هنلاقي فيه معانا خيار ظهر باسم ادفانسد. هنفتحه، هندخل على الشيب وهنحوله من سكوير لرامب اب. هنخلي الايز لو 100 والايز هاي 43 او 34 او ايا كان اللي انت عايزه يعني، بس خليها في الرينج ده. تاني حاجه هنروح على الاوفست نخليه 100. طبعا انا هنا فتحت الكي فريم عشان انا عايز اخلي فيه حركه، والكي فريم التاني هيخليه سالب 100. طبعا انت لو انت شفت هتلاقي مفيش اي حاجه بتحصل. هندخل على الاوباستي وهنخليها 0. بمجرد ما هنبدا نحرك هتتفاجئ ان الانيميشن بدا يتكتب معانا بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب انا عايز ان انا اضيف له اخليه يتحكم عن طريق الوردز، مش عايزه يظهر الحروف، عايزه يظهر عن طريق كلمات، فكل كلمه تظهر لوحدها زي ما انت شايف. طيب انا ممكن كمان اضيف فيه انيميشن بسيط عن طريق ان انا اطلع الانيميت او عن طريق الاد واحط في بروبرتي بوزيشن. اجي هنا واحاول انزل لتحت شويه زي ما انت شايف كده. الانيميشن بدا يظهر معانا، التكست بيطلع من تحت مع اوباستي خفيف. طيب انا الانيميشن معايا تمام وعايز ان انا احفظه. هاجي هنا عندي على الافكت، هجيب الانيميتور ده هسحبه واقوم ضايفه عندي. بمجرد هضغط هلاقي ان هو جاب لي الاسم اللي انا هسميه البروجكت بتاعي. ممكن اسميه اي اسم انا عايزه، مثلا سي تكست بريسيت 01 وانا هنا بالفعل حافظه. فبيبقى عندي بريسيت جاهز. بمجرد ما انا يبقى عندي اي تكست، بمجرد ما انا هاجي على الافكت بتاعي هدخل في اليوزر بريسيت هلاقي البريسيت هنا موجوده جاهزه. انا بس هنا واجهتني مشكله، عايز ادخل في الكومبوزيشن سيتنج وازود الطول بتاع الكومب لان دون ثانيه واحده فقط، فاحنا عايزين ان احنا نزودها. ممكن نخليها 30 ثانيه. ابدا بقى ان انا افتح اللايرز بتاعتي بشكل كامل. ايوه كده. ارجع بقى اعمل زوم على الكي فريمز بتاعتي، اسحب، الاقي الانيميشن بدا يظهر معايا بالشكل ده. تعال ندخل على الانيميشن بقى اللي بعده. هنجيب تكست تاني. هاجي هنا وهضيف عليها افكت الاوباستي زي ما احنا عملنا اول مره. هدخل على الادفانسد، هندخل على السكوير هنخليها رامب اب. بعد كده نيجي على الايز لو، وتاكد كويس قوي من النقطه دي عشان لو انت ما ظبطتش الارقام دي كويس ممكن ان الانيميشن ما يتعملش معاك مظبوط. هنيجي على الاوفست هنخليه 100. حرك لجنب شويه، خليه ثانيه كده. نخلي الاوفست سالب 100 ونشيل طبعا الاوباستي كامل. بس انا قبل ما اعمل الاوباستي انا عايز ادخل على الراندمايز بحيث ان هو يكون عشوائي، وهعمل كي فريم برضو للسيد. خليه اي رقم عادي مش مشكله، ممكن مثلا 158. وهندخل بقى على الاوباستي وساعتها ممكن نخليها 0، فبالتالي هيظهر بالشكل ده. طيب انا مش عايزها تظهر عن طريق الكاركتر، انا عايزها تظهر عن طريق الكلمات مش الحروف. زي ما انت شايف كده، مجرد ما انا غيرت في المود بيزد اون الوردز بدل الكاركتر اتغير تمام. برضه بنفس الطريقه ممكن ان انا اخد الانيميتور واسحبه على الايكون دي، فبالتالي اخليه بريست جاهزه عندي. تاني انيميشن معانا هو هيبقى البلور. بس انا هعمل هرجع لنفس التكست الاولاني اللي احنا كتبناه. بالفعل احنا هنا كنا عملنا انيميشن انه بيظهر من تحت وبيعمل بلور. طبعا ده البريسيت اللي انا ضفته بنفسي ما نفذناش مع بعض، فانا دلوقتي هقول لك ازاي ان انا بخلي التكست يطلع بلور بالشكل ده. هنروح على اد وهندخل على البروبرتي وهنضيف البلور بتاعنا ونرفع البلور بالشكل ده، فبالتالي هتلاقيه بيطلع بالشكل اللطيف ده. بس انا حاسس ان احنا محتاجين ان احنا ننزله لتحت كمان شويه، فانا هاجي بالبوزيشن وابدا احرك لتحت اكتر. وممكن ان انا اوسع الكي فريمز عن بعضها بحيث ان هي تبقى سموث اكتر في الحركه بتاعتها زي ما انت شايف بالشكل ده. كده احنا نفذنا مع بعض 3 بريسيتس للتكست
من غير اي بلجنز بكل سهوله تقدر ان انت تنفذها دراج اند دروب. انا عن نفسي هنا جاهز البيسيتس عندي، مجرد ما انا ببقى عايز اعمل انيميشن معين بقوم ساحبها وضايفها. طب انا ليه مثلا مش بستخدم بلجنز زي تايب فلو او تكست ايفو؟ ببساطه انا جربت الشغل على كل البلجنز دي، ولكن مفيش حاجه بتديني تحكم سلس في التكست انيميشن بتاعي، فممكن يطلع فيه شويه لاج او شويه اخطاء في التكست. ده غير ان انت بتبقى ساعات مقيد مش عارف تتحكم بشكل كامل. فعن طريق الطريقه دي مش بس هي بس سريعه فانا بسحب وبضيف التكست انيميشن اللي انا محتاجه، لا ده كمان حلاوتها في ان هي فيها تحكم كامل. عايز اعمل سموث بنعم زي ما انا عايز اضيف تكست اضافيه، انيميشن تكست اضافيه. ده غير ان هو كمان خفيف على الجهاز. اللي جرب البلجنز عارف كويس ان هو لما بيجي يستخدمها ده ممكن يخلي اصلا الجهاز او البرنامج يقفل هو بيستخدمه. فدي بعض اللاجز اللي ممكن تحصل في الافتر افكت، واحنا بنحاول ان احنا نتجنبها قدر الامكان عن طريق ان احنا نعمل شغل بسيط على الجهاز من غير ما يعمل معانا اي مشكله. وباذن الله انا سايب لك كل التكست انيميشنز دي من تحت في الديسكربشن لو انت حابب انك تستخدمها بنفسك وتجربها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو عندك اي افكار اكتبها لي تحت في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.